انا اللي يزعل من كلامي يزعل، بس انا بتكلم في حاجه اسمها اصول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. عايز ارد على تعليق شيف حفناوي. انت ليه معظم الفيديوهات بتاعتك ما بتطلعش الناس معاك اللي شغاله معاك؟ اول حاجه الناس اللي شغاله معايا في ناس ما بتحبش تطلع، وفي ناس انا ما بحبش اطلعها. طب ليه يا شيف حفناوي ما بتحبش تطلع الناس ليه؟ عشان انا بشوف دلوقتي الناس اللي بتشتغل معايا وبتشتغل مع غيري عندنا مشكله كبيره، او يشتغلوا شهر ولا شهرين هوب الاقيه يفتح شغل لوحده. يا عم الرزق ده بتاع ربنا، بس استأذن يا شيف. انا ربنا هيكرمني وهبدا اخد شغل وبتاع، انا هقف في ظهرك، انا هساعدك، انا هساندك، مفيش مشكله. لكن الاقيك تعمل صفحه، والاقيك تعمل جروبات، والاقيك تعمل اعلانات مموله، الله يسهل لك، بس بالاسلوب ده انت مش هتنجح. والدليل على كده ناس بتتزنق كتيره وبتلحقني، الحق يا شيف حفناوي، الحق يا شيف حفناوي، الحقنا في كذا، الحقنا في كذا، نروح لمين نيجي لمين. ما ينفعش. لا، الموضوع ده كتر والموضوع ده انتشر. ناس تبقى شغاله، يعني انا مثلا عندي صحابي في كفر الجبل ناس ليهم اسمهم، ممكن نقول اسم برضه محدش يزعل، فراجله تاجر معدات. ده ابا عن جدا، راجل طول عمره شيف فراج ابو عويس، ده راجل معروف. اصبح النهارده شغل عنده ناس كتيره، الناس بقت تسيبه تروح تفتح اماكن. انا اللي يزعل من كلامي يزعل، بس انا بتكلم في حاجه اسمها اصول. لما نيجي نقول رقم واحد في مين في المعدات، لا طبعا فراجله معروف، محمد فراج ابو عويس، ده راجل روح عنده وانت تشوف الجديد. عليات جمهوريه مصر العربيه بتيجي تاخد من عنده، بسم الله ما شاء الله. لا ربنا يزيد، انا ما بحسدش، ربنا يزيد ويبارك، هو يستاهل، لان هو بيعمل ابديت، بيعمل تحديث لنفسه. فراجله بيعمل تحديث لنفسه، مش انا بس اللي باخد من عنده، لا كتير. انا عليات المعدات باخدها من عنده، مش هكدب اقول انا صاحب المعدات، لا، لان انا مش هقدر اشتري كل يوم سفندشات جديده، لكن هو بيجيب الجديد وانا اخده منه. ايه المشكله؟ انا ما انكرش ده، حد كويس، حد محترم، حد مهني، حد ساعد ناس كتيره، والناس بقت تشتغل عنده وتأجر منه مطابخ وتروح تفتح لنفسها، وتأجر منه معدات، وفي الاخر ياخدوا منه صور وينزلوها لنفسهم وينسبوها لنفسهم. لا، الاسلوب ده مش كويس، والاسلوب ده غير لائق. انت لما تيجي تقول له يا محمد او يا شيف فلان او يا شيف علان، انا اتعلمت منك او اتعلمت من الشيف حفناوي، أي من ايا كان انت اشتغلت معاه، وانا هفتح لنفسي، انا هقول لك روح ربنا يكرمك، احنا في ظهرك، واللي ينقص عندك كلمنا واحنا نساعدك. لكن احنا شايفين رد فعل غير كده. فاصبح النهارده ما حدش يعلم حد، النهارده ما حدش يساعد حد. ليه؟ لان هو ما بيجيش صريح معاك. انا هشتغل معاك فتره يا شيف حفناوي او يا شيف علان عشان خاطر انا عايز ربنا يكرمني وابقى زيك. انا في يوم من الايام كنت شغال عند الناس، النهارده انا مش شغال عند حد. فليه يعني نتعامل بما يرضي الله؟ انا هشتغل فتره محدوده عشان انا هفتح كاترينج، هشتغل فتره محدوده عشان هجيب معدات واجرها، ولو اتزنقت في حاجه هاجي اخد من عندك. لكن احنا بنشغل الناس عندنا هوب شهر 2 3 هوب فتح كاترينج، هوب جاب سفندشين 3، عمل له جمعيه، ولا امه عملت له جمعيه ب 50 60 الف، نزل السوق جاب كام معده وبتاع، والسلام عليكم وعليكم السلام، انا عندي صفحه انا باجر. طب ما ترجع بقى المربط الفرس نفسه هتلاقيه برضه محمد فراج رقم واحد في تأجير معدات فندقية، محمد فراج أبو عويس. وأنا أقول الكلام ده وأتسأل عنه. الراجل ده فارش فنادق في شرم الشيخ، فارش فنادق اللي فاتحة جديدة في طريق أبو الهول السياحي، فارش فنادق، فارش مطاعم. لا يا جماعة، بقول لكم إيه، روحوا شوفوا الجبلون اللي عنده عامل ازاي، اللهم صل على النبي. روحوا شوفوا المخازن. النهارده تيجي تطلب هوت كابيننج تلاقي 20 هوت كابيننج، تيجي تطلب نوع طبق تلاقي 20 نوع طبق، تيجي تطلب سفنديش تلاقي 20 نوع سفنديش بكميات. شهاده امام الله انا هتحاسب عنها. بالنسبه ليا رقم واحد في تأجير المعدات الفندقيه والمطاعم وايا كان من الالف للياء بصراحه محمد فراج ابو عويس. والراجل ده ابا عن جدا يا جماعه، مش واخدها في هلاوه. الراجل ده اتمرمط وتعب وشقي، وابوه والناس دي طلعت لقيت. شوف ابراهيم اخوه فاتح كاترينج، مش فاتح من زمان بس حد مجتهد وربنا يكرمه، واحنا كلنا بنساعد بعض، احنا كلنا بنساعد بعض. ابراهيم وياسين ويوسف ومحمد وابوهم صديقي عمو فراج، ده راجل شيف عالمي
شيف عالمي دولي قسما بالله. اي نعم الفيديو طويل، بس لازم كل واحد ياخد حقه، وكل واحد فعلا ليه ايه وعليه ايه. يا جماعه انا بطلت اظهر ناس في الفيديو، بطلت اشغل معايا اي ناس، لا طبعا عشان خاطر هو ده اللي بيحصل. بتشغل الواحد وتعلمه هوب ويسيبك يفتح هوب هوب هوب. طب واحنا ما بنحبش كده. وخدوا بالكم يا جماعه لما تتعاملوا مع اسم او شركه، الحاجه هتوصل لكم في ميعادها، الحاجه هتوصل لكم مظبوطه، الحاجه هتوصل لكم. يا جماعه تتعاملوا مع اسم ايا كان، الرزق بتاع ربنا. اتعامل مع اسم عشان حاجتك توصل لك، عددك يوصل لك كامل، التيست بتاعك زي ما انت متفق عليه وضايقه. لكن الموضوع مش هقبل باي سعر عشان خاطر ده مش عارف ايه ومش عارف ايه، لا سيبكم الكلام ده. الشيف اللي تعاملوا معاه اعملوا سيرش عليه كويس. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم. نسيت اقول لكم على حاجه مهمه، انتظروني في قلب معدات فراجيلو لتأجير المعدات عشان اوريكم الحلويات والدلع اللي معمول. خلاص، سلام عليكم.